أستاذ حسين العشي الله يرحمه مؤرخ السويس كان عمل كم كتاب كده جمال قوي عن السويس. فالمهم ده كتاب خفايا حصار السويس 100 يوم مجهولة في حرب أكتوبر. الكتاب ده كتاب هايل، والمفروض يكون موجود في كل بيت سويسي، لكن للأسف في ناس ما قريتوش وفي ناس ما تعرفش أصلا، سمعتش عنه أصلا يعني، لكن هو المفروض إنه يبقى موجود في كل بيت. فأنا قلت هعمل حاجة، هحط الكتاب ده في فيديو صفحاته وفصل كده هنعلق عليه، فأنت وأنت تتفرج على الفيديو ممكن تاخد التعليق هيبقى مختصر للمواضيع. لو عايز حاجة بالتفصيل فتوقف الفيديو وتقرا الصفحة بالتفصيل. احتفظ بالفيديو عندك ويبقى معاك نسخة كده من الكتاب، يعني يبقى ربنا قدرنا ان احنا نعمل حاجة زي دي، لان انا تعبت وعملت مجهود كبير قوي في الموضوع ده. يبقى كل بيت فيه نسخة من الكتاب. الكتاب بيتكلم عن تاريخ السويس النضالي من زمان، نعم الفراعنة والهكسوس، عصر الإغريق والرومان ودولة والبطالمة، كل الكلام ده، والحملة الصليبية وحملة الفرنسية. اتكلم على كل الكلام ده من الأول. والأسطول اللي اتعمل في السويس اللي عمله محمد علي، اللي هو كان أول أسطول اتعمل في مصر عشان خاطر الحرب الوهابية. طبعا مرورا بحرب الكرامطة أيام الدولة الفاطمية وسيدي عبد الله الغريب وبتاع، الموضوع اللي كلنا عارفينه. خش بعد كده بيتكلم عن نكسة أو هزيمة 67 وفترة تهجير، وأصعب فترة دي عدت على السويسة. الناس اللي حضرتها تفهم كده كويس، أنا من الناس اللي حضرتها كنت طفل. فبيتكلم على الفترة دي فترة تهجير وبتاع ومدى صعوبتها قد إيه، والناس مشيت. وفترة حرب الاستنزاف اللي ابتدى يتكون فيها بقى المقاومة الشعبية ومنظمة سينا، والعمليات اللي كانوا يعملوها في فترة الاستنزاف، ويروحوا وييجوا ويعملوا عمليات ويرجعوا وكده، لحد نقل لحد ما وصل لحرب 73. اتكلم عليها من أول ما اتعملت وتمت وكل حاجة، وعبور وكل ده، وبعدين الثغرة وعبور اليهود للضفة الغربية ومحاولتهم دخول السويس وفشلوا وبتاع المقاومة الشعبية، الموضوع اللي كلنا برضه عارفينه. وبدأ من هنا بقى حصار 100 يوم اللي هو الكتاب متسمي باسمها. هنا بقى بيتكلم بالتفصيل شديد عن 100 يوم دول، وبشهادات شهود من الناس اللي موجودة سواء في مديرية الأمن أو في المحافظة أو المحافظ أو المقاومة الشعبية وبتاع، كل شهادة الشهود دي فبيتكلم عليها بالتفصيل شديد قوي. آخر حاجة بقى في الكتاب، ومن أجمل الحاجات اللي في الكتاب، إنه قدر يحصر كل الناس اللي كانت موجودة في السويس في 100 يوم دول، قدر يحصرهم. طبعا خدت منهم مجهود رهيب خالص، سواء بقى الناس اللي كانت موجودة في المحافظة، موجودة في مديرية الأمن، موجودة في المحليات، موجودة في الشركات البترول أو في المصانع أو في أي حتة. الناس اللي كانت موجودة حصرها وجاب أسمائها، لأن هو الناس كان بتبدل مع بعض، يعني مجموعة بتبقى قاعدة هنا ومجموعة بتسافر المهجر في أجازة وهكذا. فاتواجه الناس بقى بلجل حظها في 100 يوم دول اتعكشوا هنا، فقدر يحصر الناس دي كلها. يعني انت لو ليك بقى اب، جد، عم، خال، اخ كبير كان موجود، هتلاقي اسمه موجود في الكتاب موجود. انا عن نفسي اخويا الله يرحمه احمد عبد المنعم احمد كان شغال في الترسانة، وكان موجود حضر الفترة دي بتاعت الحصار في السويس، فاسمه موجود في الناس اللي هي شغالة في الترسانة. ده ختم بيها الكتاب في الاخر، واكيد مجهود خرافي عمله عشان يعمل كده، يشكر عليه في ميزان حسناته، وربنا يرحمه استاذنا الكبير
حسين العشي. وربنا يسهل بقى والكلام ده يعجبكم. الكتاب ده كتاب جميل قوي للاستاذ برضه حسين العشي. ده بيتكلم عن الناس الشخصيات الهامه واللي كانت مؤثره في مصر عامه وطلعت من السويس، شخصيات رجال صنعوا تاريخ السويس. كتاب هايل يعني. وانا حضرت يوم حفل توقيع الكتاب ده، فرحت جدا بيه، وفرحت اكتر بقى لما الاستاذ حسين العشي كتب لي الاهداء ده. الاستاذ علاء وبتاع اول واحد حط السويس على خريطه النت والفيسبوك وكده، فكتب لي الاهداء ده على النسخه دي، من الحاجات اللي بعتز بيها قوي قوي قوي. الله يرحمه الاستاذ حسين العشي. تعالوا بينا بقى نشوف الدنيا فيها ايه والكتاب فيه. الكتاب بيتكلم استاذ حسين بيشرح ان في كتب كتيره وناس كتيره قامت بتحليل حرب اكتوبر، لكن كلها وقفت عند 22 اكتوبر اللي هو قرار وقف اطلاق النار الاول. وقفت هنا وما اتكلمتش بعد كده عن الفتره اللي بعد كده، لانها شهدت احداث جامده قوي. والفتره بقى كلها لحد 29 يناير 74 اما حصل بقى فض الاشتباك الاول. كتب ما تعرضتش للكلام ده، وهو قصده بقى بالكتاب ده انه يتكلم عن المرحله دي بالتفصيل. الفصل الأول من الكتاب بيتكلم فيه الأستاذ حسين عن تاريخ السويس من أيام الفراعنة، وبسبب موقعها الاستراتيجي ومحاولة كل الغزاة السيطرة عليه. فهي من طول عمرها في حروب، فأي غازي يجي من أيام الهكسوس بيبقى همه الأولاني إن هو يسيطر على المدينة ويحتلها. وطبعا دي قدر السويسة ان هم اللي بيتصدوا لكل الغزاة دول من ايام الفراعنة فهي قدرها كده. اتعملت فيها قلاع واتعملت فيها اول اسطول بحري في عصر محمد علي عشان الحرب الوهابية. الحملة الفرنسية والانجليزية كلها عدت عليها بهدف السيطرة عليها، لان زادتها قيمه قوي. حفر الكنال لما اتعملت الكنال فزادت قيمتها قوي، فبقت العين عليها اكتر بقى. فده قدرها ان هي تفضل تعيش دايما كده يعني في حروب. تاني بدأ كلامه استاذ حسين في الكتاب عن هزيمه 67 وقد ايه كانت مؤثره في شعب السويس، وعاش الحزن والاسى في الفتره دي. شهدت الفتره دي محاولات للجيش الاسرائيلي تدمير السويس باللي فيها، فكان في غارات باستمرار لتدمير البلد. شهدت طبعا الفترة دي سويسة شهداء كتير قوي من أبناء المدينة بسبب الغارات دي. في الوقت ده فرض الرئيس عبد الناصر التهجير على الشعب. الشعب رفض انه يهاجر ويسيب بلده ويسيب أرضه ويسيب بيته ويسيب تاريخه، فاضطرت الدولة انها تقفل المدارس عشان تجبر الناس ان هم يهاجروا. فهو بيتكلم عن الفترة دي بقى بالتفصيل شوية. من هنا بعد كده بدأت حرب الاستنزاف وتكونت المقاومة الشعبية وتكون منظمة سينا. وكان الرد الإسرائيلي على طول على المواضيع دي، مفيش قدامه غير السويس، غارات بالطيران وضرب السويس والمدنيين. شالت السويس العبء الأكبر في حرب الاستنزاف. الفصل الثالث بيتكلم عن حرب أكتوبر 73، ازاي تم الترتيب ليها والتمهيد ليها والتخطيط الى ان تم العبور، والمعارك اللي حصلت في الفترة دي، وحكايات عن حصون خط بارليف على الشرق. هو بيتكلم عنها بقى بالتفصيل، وبيتكلم عن حصن لسان بورتوفيق والمعارك اللي دارت فيه. عارض او بيتكلم عن شهادة واقعية للعميد يوسف عفيفي قائد الفرقة 19، وعن تدمير مدافع ابو جاموس اللي كان بيطلق عليها سويس ابو جاموس لشدة دكتها في خط بارليف في النقطة الحصينة بورتوفيق. هو متكلم عن معركة لسان بورتوفيق دي بالتفصيل شوية.
الفصل الرابع بيتكلم عن لغز الأيام الأربعة والأحداث العسكرية على الجبهة من يوم 6 ليوم 9 أكتوبر، والنجاح اللي حققته القوات المصرية لحد ما حصل في يوم 10 أكتوبر توقفت المعارك لحد يوم 14 أكتوبر لما بدأ تطوير الهجوم نحو المدائن. واخد هنا شهادة الفريق أول أحمد إسماعيل وجهة نظر في تطوير الهجوم، واخد شهادة اللواء محمد عبد الغني الجمصي في الموضوع ده، وشهادة الفريق الشاذلي. هو بيتكلم عن الموضوع ده بقى بالتفصيل شويه، وان السادات ادى اوامره للفريق احمد اسماعيل بتطوير الهجوم يوم 12 اكتوبر شرقا على الجهه المصريه. بيتكلم عن عبور القوات الاسرائيليه للغرب اللي هي الثغره. ريال شارون هو اللي قاد العبور في الثغره. الفريق الشاذلي عرض وجهه نظره ان هو نرجع الفرقه 21 المدرعه والفرقه 4 عشان نقضي على القوات اللي عدت دي. وهنا كان في خلاف كبير بقى، الكتاب بيتكلم عنه بالتفصيل. الخامس بيبتدي يتكلم عن ان فكره القوات الاسرائيليه في انها تنطلق بقى ناحيه السويس، وانهم بداوا يضربوا الترعه يوم 17 اكتوبر عشان يقطعوا الميه، وقطعوا فعلا الميه عن السويس في الوقت ده. وفي يوم 19 ابتدى بقى في السويس ابتدوا يحسوا بالخطر وايه اللي هيجرى، فاجتمع المحافظ المسؤولين والفلاحين اللي في السويس سابوا اراضيهم ابتدوا ييجوا يقعدوا في المدينه. من يوم 20 اكتوبر ابتدت القوات الاسرائيليه تتجه نحو السويس. بيتكلم بعد كده في الكتاب هنا عن استعداد السويس والمقاومه الشعبيه للمواجهه وانتظارهم للقوات الاسرائيليه عشان تيجي. بيتكلم عن محاولات الجيش الاسرائيلي في الاستيلاء على جبل عتاقه، وانها خرقت وقف اطلاق النار اللي كان اتفرض من الامم المتحده على يوم 22 اكتوبر. وبيوصف الموقف داخل السويس يوم 23 والاحداث اللي حصلت في البلد يوم 23، وابتدى ياخد في الكتاب شهادات واقعيه من الناس اللي كانت موجوده. احمد عطيفي عضو منظمه سينا، ومحمد بدوي الخولي محافظ السويس في الوقت ده، الفصل السادس بقى اللي هو اليوم العظيم بقى للسويس وشعبها اللي هو يوم 24 اكتوبر، وهنا بيتكلم عنه بالتفصيل. بيتكلم عن اعضاء منظمه سينا وهم كل واحد بيحكي حاله وبيستعدوا وبيعملوا الخطه ومستنيين اليهود يجوا، وكل واحد بيحكي عن احواله وعن بيته ومراته وامه. بيتكلم عنها بصراحه كلام جميل قوي عن اعضاء منظمه سينا كلهم، اسمائهم كلها طبعا قايلها استاذ العشر، وواخد في الاحداث دي شهاده من الحاج حافظ سلام. بيتكلم عن القصف اللي بدا للطيران، وكان على المحاور الثلاثه طبعا، المواضيع اللي كلنا عارفينها او اللي عايز يعرف التفصيل بقى فيقرا في الكتاب، ودمر محاور الثلاثه. بيتكلم عن مين هم افراد الكمائن اللي عملوها منظمه سينا، عملوها فين ومين هم، وخطه اقتحام السويس فازاي كانت خطه اليهود عشان يقتحموا البلد من الثلاث محاور. بيتكلم هنا بالتفصيل عن الكمائن اللي موجوده وعن المعركه نفسها والاحداث اللي كانت فيها، وكمين مزلقان الشهداء بطل ابراهيم سليمان وكمين البراجيلي. واتكلم عن اول شهداء 24 اكتوبر، فكان اولهم البطل احمد ابو هاشم اللي استشهد في كمين البراجيلي بعد دور بطولي، ويوصف انسحاب الدبابات من محور الزيتية ومحاولات اقتحام الاسم بقى بعد ما احتلوه. وبياخد شهادة واقعية كده من محافظ محمد بدوي الخولي، وشهادة من محمد سرحان أو ميمي سرحان زي ما كانوا بيقولوا له من منظمة سينا، وشهادة من الملازم أول عبد الرحمن غنيمة كان في وحدة الاتصالات اللاسلكية، ودي كان ليها دور كبير قوي في الفترة دي. وعلاء الخولي مدير التموين واخد شهادة منه بيحكي بالتفصيل عن اللي حصل. والأستاذ عادل حداد مدير البنك الأهلي في الوقت ده، وعن التقرير ابتدى يتكلم بقى عن التقرير الرسمي لمديرية أمن السويس، وعن الرائد نبيل شرف علي محمد شرف والنقيب محمد عاصم أحمد حمودة. وحاطط كمان بقى شهادات من الجنود الإسرائيليين
لما كانوا بيحكوا بعد كده، فكاتب شهاداتهم عن المعركة دي وعن الرعب اللي شافوه والشراسة اللي قابلتهم من أهالي السويس. الفصل السابع، وبعد ما انسحبت القوات الإسرائيلية وحوطوا السويس من بره، والناس ابتدت تنقل بقى الشهداء وتدفنهم اللي موجودين من معركة يوم 24. لكن القوات الإسرائيلية في دماغها برضو إن هي تهاجم السويس تاني. في شهادة كاتبها أستاذ العشي من بدوي الخولي محافظ السويس، واخد شهادة بقى مفصلة شوية من الحاج حافظ سلامة، واتكلم فيها كتير لأن هم كانوا بيهددوا إن هم دكوا البلد كلها بالطيران. فالحاج حافظ قال لهم يعني احنا بقالنا قد ايه بنتضرب بالطيران، ما جاتش على يوم، يعني ايه المشكله نستحمل ولا ان نسلم البلد. الوقت ده اليهود احتلوا المعمل واحتجزوا العاملين فيها شركه السويس تصنيع البترول. فهو كاتب بالتفصيل بقى وشرح بالتفصيل اللي حصل ومحاولتهم لاحتلال المدينه تاني وضربها في يوم 25 لحد ما صدر قرار مجلس الأمن مساء يوم 25، قرار جديد برقم 340 بوقف إطلاق النار. الفصل الثامن بيتكلم عن الوقفة شجاعة لشعب السويس، وفي يوم 24 و 25 يوم 26 أكتوبر 73 مجلس الأمن أصدر قرار بتشكيل قوة طوارئ دولية عشان تفصل بين القوات. واخد شهادة من الحاج حافظ سلامة عن الفترة دي، وبيتكلم عن أحداث يوم 26 أكتوبر وغارات الطيران اللي ما وقفتش والضرب بالمدافع. وطبعا زي ما احنا عارفين هم حاصروا السويس من بره. يوم 27 أكتوبر صارت معركة كبيرة جدا عند الزيتية بين المقاومة واللي تصدت لقوات الإسرائيلية، والتموين في الفترة دي كان خلاص قرب يخلص. ودور الأستاذ علاء الخولي مدير التموين في الوقت ده هو بيتكلم طبعا عن الفترة دي بالتفصيل. في يوم 28 بدأت أول اجتماعات الكيلو 101 برئاسة اللواء عبد الغني الجمصي. بيتكلم عن دور قوات الطوارئ، وإن يوم 29 أكتوبر وصلت أول كمية دواء لمستشفى السويس العام. في يوم 11 نوفمبر فعلا حصل توقيع اتفاقية بين اللواء الجمصي ممثل لمصر والجنرال هارون ياريف. في الوقت ده السويس كانت معزولة بقى تماما عن باقي الجمهورية، فكانت بتمارس حياتها وكأنها دولة مستقلة. والتموين قام بدور كبير قوي، دور بطولي. بيتكلم عن دور المستشفى العام في فترة الحصار، وإنها يعني بيقول لك دور المستشفى ده عايز كتاب لوحده يعني. وابتدى يتم توزيع سلع غذائية بالمجان طبعا على الناس اللي اتحصرت وموجودة في السويس. الوقود اللي كان موجود في البلد في الوقت ده، لأن إسرائيل كمان الحصار منعت دخول حاجات معينة تموينية وكانت تسمح بالأكل بس، وكانوا بيسرقوه. فالوقود اللي موجود يكفي يا دوب القوات المسلحة ومحطات توليد الكهرباء والمستشفى. فبيعملوا إيه بقى في المخابز وأي حاجة من دي؟ فقال لك نستخدم الأخشاب بدلا من السولار. شوف قد إيه شعب عظيم وبيتصرف باللي موجود. واستمر الصمود والتحدي طوال 100 يوم لحد ما اتفتح الطريق بين السويس ومصر يوم 29 يناير 74. بعد 100 يوم كاملة أو 101. السويس كان ليها دور تاريخي في المعركة دي، للأسف مش مذكورة في الكتب اللي اتكلمت عن حرب أكتوبر والتحليلات اللي اتعملت. ناسين الدور ده خالص، دور السويس والفترة دي. في الحتة دي ان البطولة في احداث الحصار ما كانتش لفرد او فردين او قائد او جماعة او حاجة، لكن كانت بطولة جماعية لكل الناس المحاصرين في السويس. فكل من تواجد في السويس في الفترة دي فهو بطل، وقدر بقى يعمل حاجة بصراحة خرافية. خدت مجهود أكيد، يعني مجهود رهيب منه غير عادي، إنه يحصر أسماء الناس
اللي اتوجدت في السويس في الفترة دي، فترة الحصار 101 يوم. حصر الأسماء كلها بكل أماكن عملهم، يعني ديوان عام المحافظة الناس اللي كانت فيه، مديرية أمن السويس الناس اللي كانت فيها، لجنة الاتحاد الاشتراكي، مديرية التموين والتجارة اللي كانوا موجودين فيها الناس اللي كانت موجودة فيها، مديرية الشؤون الاجتماعية، القاعدة البحرية، البنك الأهلي، مكتب المستشار العسكري للمحافظة، ومديرية الزراعة، والشؤون البيطرية، وبنك التسليف، الجمعية التعاونية الزراعية، مديرية الإسكان والتشييد إلى آخره إلى آخره، مديرية التربية والتعليم والأوقاف، وقصر الثقافة الناس اللي كانت فيه في الوقت ده، وشؤون الصحية ومديرية الشؤون الصحية، كل مكان في السويس، الإسعاف الطبي، المستشفى العام، مديرية الصحة والجهاز الفني، المستشفى العام وقسم الأشعة، مفصلها، ما سابش حد كان موجود في السويس في الفترة دي ما جابش اسمه. حصر كل الناس، مستشفى الصدر، مكاتب الصحة، معمل كيماوي، هيئة المواصلات، سلكية لاسلكية، السكة الحديد، مؤسسة العامة للكهرباء أو شبكة الكهرباء، محطة السويس الحرارية، هيئة البريد، هندسة الري، هندسة طرق. والله العظيم مجهود غير عادي، خرافي خرافي، عشان يقدر يجمع كل الناس وكل المصالح كانوا موجودين في السويس في الفترة دي. جيركو وهيئة قناة السويس، الترسانة، ترسانة السويس البحرية، ودي اللي فيها اسم أخويا موجود، أحمد عبد المنعم أحمد، كان موجود في فترة الحصار دي، كان شغال في ترسانة. والقناة للشحن والتفريغ المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، شركة الناصر للأسمدة. كل مكان فيك يا سويس الناس اللي كانت موجودة فترة الحصار هنا حصرها الأستاذ حسين العاشر، مجهود غير عادي. الناس اللي اتطوعت في المقاومة الشعبية والدفاع المدني حصرهم وكاتب أسمائهم، ودول كتير جدا، المدنيين والعائلات والأسر اللي كانت موجودة حاصرهم وجايب أسمائهم كلها. بصراحة مجهود غير عادي عمله الأستاذ حسين العشي في الكتاب ده، وخصوصا موضوع الحصر الأسماء اللي كانت موجودة دي، وفي ميزان حسناته، ربنا يرحمه ويغفر له. ويا ريت اللي يشوف الفيديو يدعي له بالرحمة والمغفرة. ويا ريت الموضوع ده يعجبكم، واحتفظوا بنسخة من الكتاب، ضروري ضروري نسخة من الفيديو ده، كأنك احتفظت بنسخة من الكتاب. شكرا.